هذا اللون صلوا لي على النبي، كعك الفلسطيني أو كعك الفلاح. الله يسعد أيامكم يا حبايب القلب. اليوم الوصفة من فلسطين، من فلسطين حبيبي، والزيت الزيتون لازم يكون من فلسطين عشان تطلع معكم أطيب كعك فلسطيني بالآخر، طعم أسهل منه وأطيب. أنا كل شي بحط لكم إياه بالكبشين، بالعيارات وبالكوب. هي عنا طحين 3 كاسات ونص، وعنا زيت زيتون شوفوا قديش، عنا سمنة نص كاسة، وزيت زيتون قد بعض يكونوا، عنا سمسم، هون عنا سكر، يعني سكر هي معلقة ما بدها كثير مشان العجوة، هون عنا محلب، شمر، يانسون، عنا هون اسحة، خميرة، مستكة، سهلة وسريعة. هون كاسة وربع تقريبا يعني حليب، شايفين هيك بدها تكون. انا بحط لكم اياها بالعيار بالضبط، وهي عندكم كوب احفظوها. ونقول بسم الله، ومثل ما بتعرفوا اول شي بنحط كل شي جاف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنسوا تصلوا على النبي، وهالايام العشر الاخر كتروا فيها الصلاة على النبي. بتعرفوا ليلة 27 28، يعني هاي الايام كلها ان شاء الله مباركة باذن الله، وان شاء الله بينعاد علينا وعليكم وعساكم من عواده، عشان تدعونا سوينا لكم هيك وصفات رمضان طويلة وتحملتونا وتحملناكم. اسبعين الله شو نسوي مشانكم. ان شاء الله هيك ايامكم كلها بتكون فرح، وبيتقبل منا ومنكم الصيام. بس لا تنسوا تكتروا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واستغفار، لأنه هالأيام كتير ما بتتعوض. وسبحان الله رب العالمين أحيانا صومنا رمضان، وإن شاء الله يكون غفران ورحمة منا وإلكم. ولا تنسوا مثل ما بقولكم على طول كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان بالميزان، سبحان الله بحمدي سبحان الله العظيم. هاي الكلمتين هدول يعني انتو ملكتوا كل شي، هم وعندكم هم راح، وعندكم دين بينقضى بإذن الله، وعندكم مغفرة رب العالمين إن شاء الله بيغفركم ذنوبكم وذنوبنا بإذن الله. وهلا هيك بعد ما حركناهم كلهم مع بعض بنحط هون أول شي مشان ندوبها مستكة، ومندوبهم منيح. لا تكتروا مستكة لأنه مو كتير طيبة بتطلع، ومندوبهم مع بعض. وهون بهالطريقة هاي نحط زيت الزيتون. هاي شو زيت زيتون لازم يكون من فلسطين، وإن شاء الله الله يفرج على أهل فلسطين وأهل غزة إن شاء الله. وإن شاء الله السنة الجاية بنصلي هنيك وبنعيد هنيك، قولوا آمين. وهلأ هيك بنحرك هدول كلهم مع بعض خلطا مبرحا، بس الريحة من الآخر. يعني انتو شايفين كل شي فيها منيح، سكر قليل، يانسون منيح، الشمر منيح، كل شي فيها خير، وزيت زيتون. يعني هاي الأكلة ناقصها زعتر، صيصوا زيت زعتر، أموركم لوز. هلا هون قد ما دعكتوا عادي، بس مثل ما قلت لكم على طول، بس ما فات مادة الحليب مع الخميرة هي هون بدها تحريك بس. بس هون قد ما حركتوا ودعكتوا مشان يتجانس قوام مع بعض. هلا بنحط عليها الحليب والخميرة، بس انتوا حاولوا انه ما تحطوا الكمية كلها، ممكن تطلع اقل. بس هلا صفيت عملية تحريك. بدي لسه حطون، خلي شوي اخر اشي، لا دعكوها كثير مشان ما تلحم معكم العجينة. يعني حاولوا تقليبتكم. هلا هيك من فوق لتحت هيك، شايفين اللمة هي هيك، هيك ما بتكون حركناها كتير مشان نساوي فيها العجوايات. هيك امورها تمام. يلا
هلا عنا العجوة المطحونة، شايفين؟ جيبوا نوع كويس ويكون نوع طري. وهلا عنا هون هيل معلقة، انتو قد ما بدكن. في عالم بتحط هيل بتحط قرفة كمان، بس هي هيك حاجة. حرام نعمة هيك. وهون بدها معلقتين سمنة أو معلقة كبيرة على حسب نوع العجوة. يعني كل واحد على حسب النوع العجوة اللي عنده. إذا العجوة ناشفة بيحطلها معلقتين 3 عادي. إذا مع عجوة طرية معلقة ونص أو معلقة وربع، ظن أنا لحتى تلاقوها طرية. أهم شي النعمة، لأني بحافظ على النعمة الله بحافظ إن شاء الله عليه. ونقول بسم الله دعكة دعكة مبرحة. شايفين هيك لازم تكون رايحة شو من الآخر، رايحة ناعمة، ناعمة وطرية كثير. بدها تكون ناعمة وطرية. ولا طالع العجينة وبدي أرجيكم إلها طريقة حشي تدعوا لي عليها كل اللي طلعوا معنا بعد ما ريحناهم حطيناهم بالبراد عشان نشتغل فيهم بسرعة. انتوا إذا ما بدكم حطوهم بالبراد بس قرنة باردة حصلوا. هلا بنجيب شوية طحين. وشو بنساوي؟ دعكة دعكة بسيطة. عشان شو تكون اللمة. انتوا شفتوا ما حركتها كتير، ما دعكتها بالحليب. هلا هيك شايفين هاي طريقة اللم. هيك عجينة كتير سهلة وهي لحالها بتساعدكم. بس أنا مشان أعطيكم للنسوين عشان ما تقعدوا تشتغل وحدة وحدة. والورق الزبدة أي نوع عندكم بتحطوا هيك. بس طحين. هيك أحسن كل ما تحشوه وحدة وحدة. وهلا أنا برجيكم الطريقتين وانتوا اللي بدكم اختاروا. بس هاي الطريقة انه بتعطيكم كل السماكة وحدة. يعني اسهل اذا عندك طبخة، عندك شغلة، عندك اولاد متغلبة فيها بتساويها. وهذا مو بس كعك فلاحي بيقولوا له كعك فلسطيني، في كتير تسميات. وانتم كل واحد له اسم بيختار له اسم. شايفين؟ هلا هيك سماكتها صارت منيحة. بعدها هيك شوي نجيب شقفة عجوة. شو بتساوي؟ اول شي تاخدوا هذا الطرف هيك مبنية نسامحهم فيه، تمسكوا هي هيك. هلا هون انتم بتختاروا سمكة العجوة قديش بدكم فيها تمر، قديش بدكم فيها عجوة. شايفين هيك؟ بس تمسكوا بطرفها هيك. سهل كتير العجينة يعني أحسن إذا ما بتحشوها وحدة وحدة. وإذا متعودين تحشوها وحدة وحدة تحشوها براحتكم. شايفين؟ بس هيك ما بدها سمكة عجين. هيك بس تغطي العجوة. يعني شايفين من هون ما عاد تبين العجوة. هيك أمورها تمام. امسكها نجيبها لعنا نعمل لها هيك. شايفين؟ أسهل من هيك فيه. محشية كاملة شقفة وحدة من فوق لتحت بسماكة اللي بدكن إياها. أنا حبيت أرجيكم الطريقة عشان هلا ألفلكن إياهم وما أطول عليكم بالفيديو. هلا بتعملوا لها هيك بس تملسوه على بعض عشان ما تفتح. أول وحدة مبينة فيها العجوة نعمل لها هيك. هلا انتو هي أساور بس كبسة صغيرة هيك. هي أكبر شوي تصير كمان. شايفين هيك؟ هي عادي يعني انتو بتتحكموا فيها. طولوها شوي بإيدكم عملوا لها هيك.
هاي المرة اللي عنده شغل كتير أو عنده مشوار أو بتنزل على السوق تشتري له شوية أواعي للولاد، أو شو عنده أولاد صغار، هيك أمورك تمام. شايفين سماكة وحدة ولفة وحدة. بس هون حاولوا إنه بهاي الإيد تضغطوها شوي عشان ما تفتح معكم. الأرنب اللي ما في عجين بتبين معكم دغري. وهيك ونصفهم كلياتهم. يلا بيناهم بنحطهم بحرارة 180 بالفرن، بنعطيهم من فوق بعدين من تحت. اللي بيشتغل عنده الفرن فوق وتحت قلت لكم المعلومة وبرجع بقول اياها. اللي بيشتغل مع بعض فوق وتحت بيحطهم مع بشغل فوق وتحت عادي. اما اللي بيشتغل عنده فوق لحال وتحت لحال بحط فوق اول بعدين تحت، و180 بتاكل لانتم تشوفوا ولا حتى تطلع بهذا اللون. شوفوا لي على هذا اللون وصلوا لي على النبي. كعك الفلسطيني او كعك الفلاح، شوفوا لي محلاها مرتبة هيك بدها تطلع جناح دبور. بس الريحة بالآخر خيال. شوفوا لي على المنظر واستمتعوا لي هيك وارجعوا للأيام فلسطين وقت كانوا الكبار بالعمر فلاحات بيشتغلوا المعمول من الآخر باليانسون تعبي الريحة الهيل كل شي وين الريحة بتصير البيت كله شو مواد شو يانسون. عندنا حطينا محلب كل شي، كل الريحة بتتفاعل بالفرن بتصير ريحة البيت بتجنن. وهلا بنقول بسم الله مشان ارجوكم اياها. شوفوا لي شلون لازم تكون هيك. شايفين هيك مشان تنجح معكم. لازقة فيها على الآخر هاي حنيفة. وهلا بنقول بسم الله وبندوقها. شي فاخر على الآخر. اليانسون عطوا طعم كثير طيبة مع البهارات طالعة من الآخر متفاعل كل شي مع بعض مع المستكة. خيال خيال خيالهم في خيال. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. وكل عام انتم بخير وينعاد علينا وعليكم. شوي طولنا الفيديوهات عليكم، قطعنا فترة بتعرفوا في الأوضاع. إن شاء الله يفرجها على جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تنسوا مثل ما قلت لكم هالأيام كثير مباركة كتروا فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وكتروا فيها. وإن شاء الله عساكم من عواده وبنعاد عليكم بالصحة والخير والبركة. وصفتنا صارت جاهزة. شوفوا الفيديو وادعمونا ومشان إن شاء الله نسوي لكم وصفات جديدة. وهلا بعد العيد إن شاء الله في وصفات كثير حلوة إن شاء الله إذا الله خلانا من الأحياء طبعا. ولا تنسوني بهالأيام هاي المباركة اللي شاف الفيديو واللي وصلوا الفيديو يدعي لي بدعوة من قلبه وإن شاء الله يفرج علينا وعليكم. ولا تنسوا كلمتان حبيبتان الرحمن ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله